معي هذه الصورة الجميلة اليسيرة، يسيرة الفهم، يسيرة القراءة، تختصر معاني الحياة، تختصر غاية وجودنا. الله يسأل سؤالا تعجبي: أهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل كنت مذكورا قبل 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة؟ كيفما كان عمرك لم تكن شيئا مذكورا. الله قدر وجودك، الله أرادك أن تحيا في هذه الحياة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه. نحن خلقنا الإنسان، الله عز وجل خلقنا ويا له من شرف. خلقنا لماذا؟ للابتلاء، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فحتى يكون الله عادلا معك جعلك سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. يعني أنت مخير، هذا ما أعتدنا للكافرين وهذا ما أعتدنا للشاكرين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ليس كل عباد الله. من هم عباد الله؟ الله خلق المخلوقات، هم خلق الله، ولكن من هم عباد الله الذين خصهم بالذكر هنا؟ من هم؟ الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. لماذا؟ لأنهم خافوا لقاءه وخافوا ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي كان شره مستطيرا، يوم يكونون بين يدي الله عز وجل. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا جزاء الصبر، جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يا سلام يا سلام. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. كان لها قدر كبير في الدنيا، مع ذلك لم تغرهم الأموال في الدنيا، فجزاهم الله بقوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. كل من مات له طفل، كل من فقد ابنه وهو صغير، فيقولون العلماء أنهم هم الولدان المخلدون، هم الأطفال الذين ماتوا وهم صغار يخلدون في الجنة. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ما شاء الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله، هل تعرف معنى أن يسقيك الله؟ وسقاهم، لم يقل يشربون، وسقاهم ربهم، الله هو الذي سيسقيهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يخاطبهم الله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، هذا هو جزاؤكم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر. فقد قل
ذكرت لك جزاء الصبر، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ما شاء الله. هذه السورة تتحدث عن فريقين، فريق شاكر وفريق كافر، فاللهم اجعلنا من الفريق الشاكر ومن الشاكرين والأبرار وعباد الله الصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الذين سيسقون بيدك ومن الذين تخاطبهم بهذا الخطاب. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكرا لكم على الاستماع، أرجو أن تتفاعلوا مع الفيديو حتى تشجعوني للأفضل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.